مساء الخير. رسالة بوجهها للكابتن سيد عبد الحفيظ في موقف غير مقبول اتعمل لما الأهلي دخل جون في الزمالك، الجون الثالث والأخير. جمهور الأهلي في المقصورة شتم وقال مع السلامة يا أولاد الإيه. أنا ما أقدرش أقول الشتمة عشان أكيد في ناس محترمين بيسمعوني، بس يا كابتن سيد ما ينفعش جمهور الأهلي اللي كان موجود في المقصورة وقتها يشتم الشتايم دي او يهتف بالهتاف المعادي ده. ما ينفعش خالص. اللي مش بتقبله على نفسك من شتيمة، بلاش تقبل الشتيمة على الطرف الاخر. احنا كلنا اخوات، كلنا ولاد ارض واحدة. دي كورة، مش تعصب غاجم، مش حرب شرسة. دي كورة، انت تكسبني انا اكسبك، اقول لك الف مليون مبروك وانت تقول لي حظا موفقا، والعكس صحيح. اتمنى ان حضرتك تقوم بمبادره صلح وتروح لنادي الزمالك وتعتذر له على الشتيمه دي. انا برضو بنقد جمهور الزمالك لما شتم كهربا في مباراه انبي. ما ينفعش يا اساتذه، احنا ضد التعصب، ضد الشتيمه. شجع بادب بحب وبسلام. دي في الاول والاخر دي كوره، ما ينفعش الجمهور يشتم. احنا كلنا ضد التعصب الغاجم. شكرا، مع تحياتي. انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي. دي كلمه لوجه الله ونصيحه امينه مخلصه انا بقدمها لك. ما ينفعش اللي حصل ده في الماتش. هدي النار ما بين الناديين، هدي النار ما بين الجمهورين. احنا كلنا واحد. مع كامل احترامي، شتيمة جمهور الأهلي في وجود مجلس إدارة الأهلي، وجود مجلس إدارة الزمالك، ده وصمة عار على مجلس إدارة الأهلي. ما ينفعش، ده حاجة تسيء ليكم، كأنكم انتم موافقين على شتيمة مجلس الزمالك وانتم موجودين، فما ينفعش.